اهلا بيكم في قناتي احلى الاكلات. هنعمل مع بعض جاتو الشاتو بطريقه سهله وبسيطه جدا، اقتصاديه مش مكلفه، بطريقه سهله جدا، والمقادير تكون متوفره عندنا ان شاء الله. هتعملي قطعه جاتو هتنبهري بالنتيجه من كتر حلاوتها وجمالها. حاجه كده بتدوب في البق، طري جدا وهش. الله على جمالها. تعالوا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف المقادير معانا. معلقتين لبن بودر، كوباية زيت يكون نوع نضيف، كوباية سكر، كوباية لبن، كيس كريم كراميل. هنضيف اللبن والسكر وكيس الكريم كراميل ونضربه كويس، والفانيليا نضربه كويس في الخلاط، وبعد كده نضيف عليه كوباية الزيت ونضربها كويس برضو. هتتكون معانا خليط تقيل شوية بالسمك اللي حضراتكم شايفينه ده، هو ده المطلوب. هنحطه في كوباية، الكوباية اللي بنقيس بها المقادير كلها تكون كوباية واحدة. هنشيل الكوباية دي نركنها على جنب لحد اخر الفيديو، هقول لكم هنعمل بيها ايه. معايا بقى شبشق الخلاط، نفس المقادير اللي موجودة لسه في ديت هنضيفها عليها. باقي المقادير هنضيف عليها بيضتين درجة حرارة الغرفة، عليها معلقة خل كبيرة عشان ريحة الزفارة بتاعة البيض، مع باكو فانيليا. هنضربه كويس اوي في الخلاط لحد ما هيعمل معانا الفوم ده. معايا حوالي كوباية ونص دقيق، انا نخلهم قبل كده حوالي 3 مرات، دي رابع مرة انخلها. طبعا كل ما بتنخلي الدقيق بيديكي نتيجة افضل. الدقيق بتاعي متعدد الاغراض. انا في الوقت ده بقى انا شغلت الفرن على درجة حرارة 180. هضيف معلقة بيكنج باودر كبيرة وذرة ملح صغيرة. هقلب بقى المكونات الجافة دي كلها على بعض. هجيب الخليط بتاعي اللي انا عملته في الخلاط هضيفه على المكونات ومضرب سلك. هنقلب بقى المكونات كلها في اتجاه واحد لحد ما الدقيق بقى يختفي خالص بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. لو حسيتي ان الخليط بتاعك تقيل زودي معلقتين لبن، لان طبعا نوع الدقيق يختلف عن التاني. معايا صينية مقاس 24 انا دهنتها سمنة بالشكل ده، وحطيت الخليط بتاعي. وحاولي بقى تهبديها شوية كده على الرخامة بحيث ان هي تخرج اي هوا، ودخليها الفرن في الرف الاوسط. هي خدت معايا نص ساعة وطلعت بالطراوة والحلاوة ديت، هشة وجميلة جدا. بعصاية الشيش طاووق بقى ونفتح خرمات صغيرة كده. اول ما تهدى خالص ننزل عليها باللبن، نص كوباية لبن بارد وعليه معلقة سكر لو حابين السكر، مش حابين خلاص هي سكرها حلو. هنزل بقى بالكوباية اللي احنا ركناها في اول الفيديو. افردها كويس على الصينية بمعلقة كده، بظهر معلقة. هخلي كل قطعة فيها في الكيكة عليها الخليط بتاعنا ده. كيس الكريم كراميل بيبقى معاه كيس صغير كده عسل، بنزوق بيه الكيك بتاعنا بالشكل ده. وعصاية الشيش طاووق ونعمل بقى بيها الرسومات الصغيرة دي، بتدينا منظر حلو قوي في الاخر. انا هشيلها في التلاجة بقى حوالي ساعة لحد كده ما تتماسك تبقى حلوة. خرجتها من التلاجة، هتقدميها بألف هنا وشفا. هتبقى احلى قطعة جاتوه، جميلة هشة وطرية وطعمها تحفة. بجد جربيها مش هتندمي، موفرة واقتصادية، حاجة كده من الاخر حلوة قوي قوي. لو عجبك الفيديو واول مرة بتشوفيني لايك وشير واشتراك في القناة، والى اللقاء في فيديو جديد ووصفة جديدة. بحبكم في الله.